علشان ما ينفعش تروح تخطب مثلا واحده وانت اوريدي مثلا في دماغك انك عاوز تسافر، او عاوز تشتري عربيه، او عاوز يبقى عندك لبس براندات، او عاوز تضيع فلوسك على ايه، كنت عاوز تضيع فلوسك على ايه. تمام. الا لو انت هتقدر تعمل ده مع ده، يعني تقدر توفر انك تخطب ومعاك فلوس الخطوبه والجواز والشقه والكلام ده كله، وفي نفس الوقت قادر تسافر وتعمل اللي انت عاوزه، وفي نفس الوقت ممكن كمان تاخدها معاك بقى بعد ما تتجوزوا. بس لو انت عاوز تستمتع بده، او حتى لو عاوز تقعد تتشيل ما تعملش حاجه في حياتك بس مش عاوز ضغط او مش عاوز حاجه على دماغك، فانت المفروض ما تخطبش، لان انت بتضيع وقتها، بتوقف سوقها زي ما بيتقال، وتقعد مثلا جنبك سنتين ثلاثه عشان انت عاوز تستمتع بحياتك. اللي هو دود وات فاك، بتهبل ولا ايه؟ يعني اللي هو انت عبيط. زائد ما تفرسش علاقه عشان المشاعر وانت مش قادر تاخدها للمرحله اللي بعد كده. بالظبط، ما ترتبطش لفكره الارتباط، ما تخطبش لفكره الخطوبه. اللي هو مش عشان تشوف كل اصحابك او الناس اللي في سنك بقوا خاطبين، او لو انت عاوز مشاعر حب ودفى في الشتاء ولا حاجه تروح خاطب، اللي هو يلا روح اخطب عشان عاوز الشعورين دول، وانت مش هتقدر فعلا تاخدها للمرحله اللي بعدها، مش هتقدر تاخد الموضوع تبقى بجد، ما ينفعش. لان انت ممكن تكون واخد الموضوع اللي هو شويه مشاعر، او اللي في سني بيعملوا كده فاعمل انا كمان، فتعمل كده وبعد شويه اللي هو لا انا دلوقتي مش عاوز اعمل كده، فتبطل. ولكن اللي قدامك دي هي واخده الموضوع اللي في سني بيعملوا كده، وانا عاوزه المشاعر دي ولكن عاوزه ما بعد الحاجات دي. فلو انت مش هتوفر ده فانت وقفتها ليه يا ابني؟ يعني حرام عليك. بص، حصل من كام اسبوع كده واحد من اخواتنا الملتزمين شويه طلب عروسه، والموضوع وصل لنا باعتبارنا عارفين بنات كتير. المهم قال لنا على عيله كده يروح يناسب منها، راح لابو البنت وكلمها، والاب قال له هنسال عنك ونقول لك وخلاص. الاب مستني العريس يمشي. العريس قال له مش هشوف العروسه. يا الاب طبعا تشوفها ازاي يا ابني، البنت منقبه، مش في المفروض رؤيه شرعيه او جلسه شرعيه حاجه زي كده بيتشاف فيها العروسه؟ انا اعرف حاجه زي كده. فالاب عشان يعتذر قال له لما نسال عليك في الاول، وبعدها سال جو تاني عشان يشوف بنته وخلاص القعده. الاب كلمه على القعده التاني قال له سوري مش موافق. ما هو حقه يعني، ما دي حاجه من حقوقه يعني. ما هو القعده انه يشوف ليه؟ ما عشان يشوف شكلها، فهو لو ما عجبوش شكلها ما ممكن يقول مش موافق. يعني انا شايف الموضوع ميك سنس الصراحه، مش شايف الولد غلطان في حاجه. ممكن تبقى اكتر من مره يفي. بالظبط، هو في يعني ايه فكره انها تتشاف، هو تتشاف علشان يعرف شكلها يبقى عامل ازاي. مثلا لو شكلها مش على هواه، لو شكلها مش حلو بالنسبه له، يمكن هي شكلها حلو مثلا بالنسبه لحد تاني، يمكن هو شكله حلو بالنسبه لها بس هو بالنسبه له لا. ايه، اول مره الولد قال عاوز يشوف العروسه، تمام، هو بيطلب بحقه او عاوز يشوفها، يعني انا مش شايف حتى الان في مشكله. فالاب اعترض، تمام، حقه انه يعترض براحته، مفيش مشكله، ما زلنا عادي، كل واحد ما فيش مشكله من الناحيتين. ايه بقى، ايه لب الموضوع؟ عشان الاب ما يعرفش ده مين، تمام، فراح سأل عليه عرف ده مين، فبعدها قال له تمام مفيش مشكله انك تشوفها. الولد شافها بس ما عجبتوش، فقال انه الموضوع مش عاجبه، مش عاوز يكمل. خلاص يا ابني، لا، الفكره انه طلب اول مره من ناس هو مش عارفهم ولا هم عارفينه. طلب منهم ايه؟ قال لهم يعني عاوز يبقى يشوف البنت دي. ايوه ثانيه، الناس دول اللي هم اهلها. طب ايه المشكله؟ ما هو رايح يتقدم دود، وات فاك، ما هو رايح يتقدم، ما هو التقدم ده تعارف. ما انا رايح اتقدم، ما انا واخد اهلي او واخد نفسي او ايا يكن، ورايح اقعد مع ابوها ومع عيالها ومع اسرتها. انا عاوز زي ما عرفت نفسي، انا اسمي سامر سامي وبشتغل محاسب في ماكدونالدز. ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ طلع عليها واضي ايه؟ هو يقتلها، هو شافها، الو وات فاك، وتاجر مخدرات، هو شاف ايه يعني؟ هو الواد كل من قادر يشوف شكل البنت يعني ولا ايه؟ حتى لو يعني انا مش ولا انا فاهم. رنا مصطبحه، الراجل كان عاوز ينجز الليله، هو سألوا عليها وطلع كويس، ما طلعش فيه مشكله. ايه بقى يعني؟ ايه عايز الموضوع فيه اهانه للبنت دود، وات فاك. والاهلها اكيد لا، ما انا حقي اني اشوفها، سواء شفتها في المره الاول او المره الثانيه او الثالثه ايا يكن، هشوفها امتى، وفي جميع الحالات هرفضها او هو رفضها. فهو يعني هو ايه يعني؟ هو شافها لا خلاص اجبر يتجوزها براحته، زي ما هي برضو كانت ممكن من اول قعده تقول ابن الكلب ده مش عاجبني، ابن الكلب ده اقرع طلعوه بره، ما حقها.
حقها. احنا هنا في مرحله كل واحد بيشوف التاني، احنا لسه ما دخلناش في مرحله التعارف بالشخصيات. ففي البدايه كده اي حد مثلا، لو انت مثلا شفت حد في الشارع، ايه اللي بيشدك ليه؟ بيشدك ليه شخصيته ولا بيشدك ليه شكله؟ بيشدك ليه شكله. الشكل اول حاجه بتشدك في اي شخص عامه. تمام. بعدها لما تتعرف عليه ساعتها انت بتقرر بقى تحبه هتكرهه ايا يكن. بس هو في البدايه فهو اختصر طريق طويل. لو كل شويه حد جالها يقول لابوها شوف بنتي، يبقى كل شويه حد يجي يشوف بنتي وبنتي تكون ملطشه، لا حد يجي بحجه الجواز وكده النقاب ملوش لازمه. هو اولا ما حدش عنده الفراغ انه يجي كل شويه عشان يشوف بنتك، لان بنتك دي مش محور الكون. ان انت هي المفروض يعني مش محور الكون ان كل شويه اجي اشوف حد عنده فراغ اللي هو انا جاي بس اشوفها. تمام. يعني ما اظنش ان احنا عايشين في قريه مكونه من 300 راجل وفيها 3 بنات عاوزين يتجوزوا، منهم بنت وبنته دي منقبه، ف 300 راجل عندهم فضول البنت دي شكلها عامل ازاي. هو اللي جاي يخطب حقه يجي في اي وقت، اي واحد عاوز يخطب ويجي يقول انا عاوز اخطب فلانه وحقي ان اشوفها في رؤيه شرعيه، ولو انت مش عاوز توريها لي فسلام عليكم انا همشي. انا مش شايف الموضوع فيه اهانه لحد الصراحه. ولو الموضوع فيه اهانه لبنتك او انت شايف بنتك اتاثرت او انت اتاثرت فدي مشكلتك الشخصيه، دي مش مشكله الولد.